تحديات كبيرة جدا بتواجهنا، بس احنا صامدين وبنفضل نقول تحيا مصر برجالها وبشعبها وبجيشها اللي شغالين على أمن وسلامة هذا الوطن. اسمحوا لنا النهاردة نتكلم عن استراتيجية الموضوعة من قبل الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصنيع السكر. يعني في تحديات كبيرة في هذا الملف، احنا شايفين بعض الأزمات اللي بنمر بيها، بس الدولة بتحاول ان هي تزيل كل يعني المعوقات من أجل طبعا توفير سلعة السكر للمواطن بسعر يعني يبقى في متناول الجميع. ازاي احنا ممكن نحقق ده اللي هنتكلم فيه مع أستاذنا العالم القدير أستاذ الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، وهو رئيس بحوث معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة مشاهدينا في مصر وخارج مصر. تحديات كبيرة، بس في هذا الملف حابين نعرف احنا وصلنا لغاية فين في السكر في مصر. بالنسبة للسكر وزراعة وإنتاج محاصيل السكر احنا ماشيين كويس قوي. احنا السنة دي عندنا اكتفاء ذاتي 86%. احنا كنا بنعتمد على قصب السكر منذ عرفت مصر القصب وصنعت منه السكر لحد سنة 82 دخل البنجر، وبدأ البنجر يزيد وتتسع مساحاته لحد سنة 2013 أو 2014 كانت مساحته أكبر من القصب، بمساهمة البنجر أكبر من مساهمة القصب، لكن القصب لا يزال مستمر وله مراكزه في الصناعية، لأن القصب والأعلى جودة وله مراكزه الصناعية، المكان اللي بيصنع فيه، وإن كان بيزرع في جميع محافظات مصر تقريبا عشان الاستهلاك الطازج، لأنه طعمه حلو وطعمه جميل وبينظف الأسنان وزي الفل يعني، وقيمته الغذائية وله فوائد يعني كثيرة جدا، وله فوائد كثيرة غير استخلاص السكر. لكن استخلاص السكر منه يتم في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج. طبعا تميز بيجي هنا الوجه الإبلي. الوجه الإبلي عشان هو أساسا محصول مناطق استوائية، درجة الحرارة بتاعته بيحتاج درجات حرارة عالية، بيحتاج معدلات سطوع شمس كبيرة، فبالتالي بيتميز في المنطقة الجنوبية. إلى جانب أن من ساعة ما ظهرت الصناعة بتاعة السكر في مصر يمكن من العصور الوسطى كانت في الوجه القبلي، فبالتالي استقرت وتوطنت يعني من أول المنيا لحد مثلا ما نوصل أسوان، والمصانع موجودة في فترات متعاقبة سواء في العصور الوسطى أو في مصر ما قبل 52 أو مصر ما بعد 52 حتى الآن، فهي متركزة في هذه المناطق. واكتسب المزارعين خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر، زي ما بيقول العرب أنهم اكتسبوها كابرا عن كابر. من الحاجات كمان اللي كانت جميلة قوي إن احنا كنا الأول عالميا في إنتاج الفدان في قصب السكر، ولا زلنا. اتأخرنا شوية في السنوات الماضية، يعني المحاصيل يعني طبقا لما تشير إليه التقارير ما بقتش الإنتاجية بنفس الكفاءة. يعني هي أصله في يعني في مثلا القصب السكر ده بيعملوا له حسبة إني مثلا أنا بجيب المطلق والنسبي، يعني في بلاد محصول القصب يتم حصاده كل سنتين مرة، كل 24 شهر مرة. فده لو جاء أعلى مني هل أقول إن أنا سنويا هو أكتر مني؟ أنا بجيب كل سنة، يعني أنا لما أضيف السنة دي زائد السنة اللي بعدها هجيب أعلى من الثاني. فبالتالي نسبة معدلات مصر لا من الدول المتقدمة إن لم تكن الأولى. طيب بالنسبة للمزارع مهم جدا ان احنا نتكلم عن المزارع واستمراريته في الحفاظ على المحاصيل السكرية، لان ده يعني بيعود عليه طبعا بعائد اقتصادي جيد. هل ما زال الى الان قصب السكر مربح؟ مربح، وقصب السكر وبنجر السكر او محاصيل السكر ليهم ميزة نسبية كبيرة جدا مش موجودة في اي محصول اخر، وهي ان المزارع بيبقى مسوق او بايع الانتاج بتاعه قبل اللي ينتجه. يعني هو بيتعاقد مع مصنع اللي هي يعني الزراعه التعاقديه، زراعه تعاقديه، فبالتالي هو بمجرد ما يزرع او قبل ما يزرع بيكون معاه عقد. هذا العقد بموجبه بيقدر يروح البنك يجيب مستلزمات الانتاج باسعار مدعمه، ياخد قروض لخدمه المحصول بتاعه. زاد عن انه هو لن يكون عرضه للتقلبات السعريه. لما نقارن بمحاصيل
والخضر مثلا اللي هي أسعارها ممكن تبقى في العالي وممكن تبقى في النازل، ممكن أحيانا بعض أنواع الخضر لو سعرها انخفض المزارع ما بيجمعهاش. لكن ده في القصب والبنجر تحديدا السعر ثابت، وعارف نفسه هيجيب كذا طن هيضربهم في قد كده هياخد الفلوس دي. زائد ان في رعايه من الدوله وفيه دعم وارشاد ومتابعه اي مشاكل. يعني اي مزارع يقول انا عندي مشكله في الحقل الفلاني بتاعي، بتروح له مديريه الزراعه ويستدعوا اعضاء الهيئه البحثيه لمعهد بحوث المحاصيل السكريه اللي هم منتشرين في الاقسام البحثيه من اول كومومبو بالنسبه للسكر لحد سخف كفر الشيخ بالنسبه للبنجر موجودين. واي مشاكل احنا بنروح للمزارع ونوقف معاه، الى جانب ان فيه حلقات إرشادية مستمرة بنروح للمزارعين، وندوات إرشادية على الحقل، وندوات إرشادية في الجمعيات، وندوات إرشادية حيث يتجمع المزارعين، إلى جانب المشروع القومي للشتلات الخاصة بقصب وهذا السكر. أمر جيد وأمر عظيم، وهذا حاجة احنا بنعملها. بنفخر ان مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا ما فيش الكلام ده. يعني يمكن تكون سبقتنا البرازيل والهند، لكن احنا بنستخدم تقنية أعلى، ودي احنا بننتظر منها إن شاء الله زيادة في المحصول هتخلي المزارعين يتمسكوا بزراعة القصب أكثر وأكثر، وهي نقلل نضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلا نغلقها تماما إن شاء الله في القريب في المدى المتوسط. نأمل هذا. بس ليه احنا متمسكين بزراعة السكر رغم ان هو من المحاصيل اللي بتستهلك مياه كثيرة؟ هذا ظلم للقصب، ظلم للقصب. وساهم فيه الرئيس متقال لما كان بيغني القصب عاوز ميه. هذه يعني حقيقة غير صحيحة بالمرة. وقصب السكر يضر ضرر شديد جدا جدا أن يضاف إليه مياه كثيرة. يعني المزارعين في مصر لديهم ثقافتهم ان هم بيغرقوا القصب يدوا له كميات ميه كتير. يعني حتى انا في الندوات الارشاديه بقول لهم انتوا يا مزارعين عندكم ثقافه الري للركب. يعني لحد ما يخوض في الماء الى ان تصل الماء الى قريب من ركبتيه حتى يوقفها، ويعتقد ان القصب يحتاج هذه المياه. هذه المياه بتضر بالقصب وتموت. احنا بنسمي كل تجميعه فيها مجموعه نباتات قصب بنسميها جوره، أو في أسوان والأقصر وقنا يسموها بورة، شمال قنا بيسموها جورة. اللي هي دي بتموت، ولما يموت الكثافة النباتية بتاعة المحصول القصب في وحدة المساحة تقل، وبالتالي المحصول هيقل. فهنا ده يعني نتيجة كثرة المية مضرة للقصب جدا، وتطلع فيه حشائش، والحشائش شديدة المنافسة للقصب، والقصب ضعيف في منافسة الحشائش، تاخد منه مية وهتاخد منه العناصر الغذائية، وقد تكون ملجأ ومآل لبعض الإصابات الحشرية والمرضية للقصب. فإحنا بنناشد المزارعين ونناديهم أن يتوقفوا عن هذه الممارسة. يقال ان مثلا بعض الارقام تقول انك ان فدان القصب بياخد 15,000 متر، وفي بعض الارقام 12,000 متر، لكن الحقيقه التي يجب ان اسجلها هنا في هذا البرنامج ان قصب السكر في اشد الطقوس وعوره، اللي الطقس الواعر الشديد الحراره في اسوان والاقصر وقنا، القصب لن يحتاج اكثر من 6500 متر مكعب ميه في العام في ال 12 شهر، وهيعطي محصول عالي. لكن التحدي هنا من الفدان خلال 12 شهر، يعني على اوزعهم على حوالي 20 30 ري، ودي عمليه صعبه ان لم تكن مستحيله في ظل الري بالغمر. في الري بالغمر لا اعجل مزارع لا هيدي الفدان 500 متر، ممكن يوصل لحد 1000 متر، لانه ميه ري بالغمر، وهو ري طبعا كفاءته 55%. فبالتالي انا عندي فقد كثير. لكن لو انتقلت، وده اتجاه الدولة، وده اتجاه محمود، وده اتجاه جيد، واحنا كعاملين في هذا المجال سعداء به. سواء انا حينما البس قبعة الباحث اقول ان انا سعيد بده، ولما البس قبعة الناشط في مجال البيئة اقول سعيد بده، لان انا هوفر الموارد بتاعة المية، وهو الانتقال من الري بالغمر المستهلك للمياه والمهدر والمضر للارض الى الري الحديث اللي هو التنقيط والرش. في الحالة دي المحصول بتاعي هيعلى أو حافظ على الكثافة النباتية. طيب إيه رأي حضرتك نشوف مع بعض هذا التقرير عن استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ونرجع نكمل حوار. يعتبر السكر من السلع الاستراتيجية الهامة في أي دولة، حيث يعد أحد أهم المواد الغذائية الأساسية
التي يحتاجها الإنسان في غذائه اليومي، كما أنه يستخدم في العديد من الصناعات الغذائية الأخرى. وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات والخطوات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، والتي تمثلت في الآتي: تطوير قطاع الإنتاج السكري. فقد قامت الحكومة المصرية بتطوير قطاع الإنتاج السكري من خلال تحديث ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء مصانع جديدة، كما قامت بتقديم العديد من الحوافز للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية. فقد قامت الحكومة المصرية بزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل السكرية من خلال تخصيص مساحات جديدة لزراعة هذه المحاصيل، وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين بأسعار مخفضة، تشجيع المزارعين على زراعة أصناف عالية الإنتاجية. فقد قامت الحكومة المصرية بتشجيع المزارعين على زراعة أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل السكرية من خلال تقديم الحوافز المالية والفنية لهم. بفضل هذه الإجراءات والخطوات الاستراتيجية، نجحت الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لأول مرة في تاريخها، وهو ما يلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل. تصنيع السكر يعني من الاشياء، او تصنيع واستخراج السكر من قصب السكر او من البنجر مفيد جدا، وزي ما بنقول صناعة رائجة ومربحة. دكتور احمد، لو اتكلمنا عن التصنيع بقى، تصنيع المحاصيل السكرية. مصر يعني أنا عاوز أقول إن ممكن تكاد تكون أول دولة في العالم استخرجت السكر بالشكل الجاف، وأوروبا لم تكن تعلمه. وكان الأمراء في العصور الوسطى أعظم هدية تصل لأوروبا من الشرق هي السكر، فإحنا اللي عرفناه قبلهم، وإحنا بنقول إن إحنا عرفناه قبل الهند. يعني إحنا عملنا السكر الجاف ده قبل الهند. الصناعة عندنا موجودة، يعني هنلاقي مثلا في كتب القديمة بتتحدث، يعني في خطب المقريزي يتحدث عن مجموعة كبيرة مما أطلق عليه معامل السكر. ده في عهد، يعني عظمة زراعة السكر في مصر هو دخل في عهد الدولة الأموية. في عهد الدولة الطولونية وصل إلى أقصى اتساع له، وكان بينتج السكر وبيستخرج السكر يستخلص من القصب، وكان بيسموا المصنع بالمعمل. والذي يطلع على الكتب يقرأ في المقريزي وهو يصف المعامل بتاعة السكر وكيف يتم استخراج السكر في مصر. بعد كده جت يعني جهود كثيرة في يعني قد لا يكون الوقت يتسع للحديث عنها. أنا عاوز أقول أن مصر دولة أصيلة وقديمة وضاربة في القدم في صناعة السكر. والمصانع احنا عندنا صناعة السكر من مصدرين، زي بنتكلم من شوية، بنتكلم عن الصناعة من الاستخلاص السكر من القصب. احنا بنقول اللي بيحصل في المصنع ده استخلاص، اما تصنيع السكر بيتم في الحقل، واللي بيصنع النباتات عن طريق عمليات البناء الضوئي. ده العكس بقى، ده يعني احنا هنا بنعكس العملية التصنيعية. يعني انت بتقصد هنا ان جودة ما يتم التعامل معه مع المحصول نفسه بتدي انتاجية كبيرة. انا عاوز اقول ان السكر بيصنع في الحقل ويستخلص في المصنع. المصنع انا عندي بودي عيدان القصب او الجذور بتاعه البنجر، بنطلع منها السكر بنستخلص، انما هو موجود. عندنا صناعه البنجر، السكر استخلاص السكر من البنجر قد تكون حديثه، لكن الصناعه متوطنه. يعني ممكن الصناعه في شكلها الحديث اللي هي المصانع اللي موجوده من ساعه، مثلا كان رائد صناعه السكر في الحديث في مصر عبود باشا، كان عامل مصنع في ممكن يكون في سنة 1860 مثلا، معمول في نجي حمادي وفي أبو قرقاس وفي أرمنت وفي كومومبو، أول مجموعة من المصانع. فإحنا الصناعة لدينا مترسخة وصناعة قوية، ووصلت إلى خطوات إن إحنا شركة السكر اللي في مصر دي صنعت بنت مصانع في العراق وفي إيران وفي أوغندا وفي السودان. يعني إحنا لدينا قدم راسخ
في هذا الأمر. الصناعة لدينا جيدة، وكوادر اللي بتشتغل في مصانع السكر كوادر عظيمة وخبراء يعني منتشرين في العالم، وشيء نشرف به. يعني حتى لما بدأوا يعملوا صناعة السكر من البنجر ساهموا بسهم وافر. فهم وعندنا معدلات الاستخلاص معدلات جيدة، وبنستخرج السكر بتاعنا، واحنا سنويا بتزيد عندنا، لكن لدينا زيادة في السكان بتلتهم هذه الزيادة إلى جانب زيادة في الاستهلاك. يعني احنا بنستهلك في مصر، الفرد بيستهلك في السنة 34 كيلو سكر، وهذا أمر كبير. ودار يعني منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية حددت 26 كيلو اللي هو بشكل صحي، لكن احنا 34 ممكن نزيد عن كده. علشان لما بنيجي نتكلم على الاكتفاء الذاتي من السكر هنقول هنكتفي بحاجتين: بأزود الإنتاج بتاعي من المصانع نتيجة زيادة الإنتاج من وحدة المساحة اللي هو البنجر والقصب، ده بقى أزوده، بس في المقابل لازم أقلل الاستهلاك بتاعي. رائع جدا. أنا حابة أعرف من حضرتك تقريبا يعني كيلو السكر بيكلف كام في المصنع؟ بالنسبة للمصنع يعني اللي أعرفه أنا راجل دكتوراه في العلوم الزراعية وراجل مهندس زراعي أصلا، اللي أعرفه حاليا طبقا لأسعار التوريد الحالية كيلو السكر ياخد 15 جنيه قصب. نضيف عليه بقى العمليات الصناعية بتاعت الشركة ونتصور السعر ممكن يكون كام. رائع جدا. طيب السكر كمان او قصب السكر كنبات له فوائد اخرى في التصنيع وليس فقط له السكر. استخدامات اخرى. فمربح جدا. احنا يعني اولا هو يستهلك استهلاك طازج، كل الناس بتستمتع به. الحاجه الثانيه الاستهلاك الطازج يا اما مص او بنشرب العصير بتاعه في درجات الحراره المرتفعه، بيطر على بس ده مش الاستثمار المنشود يعني. بالتأكيد لا، كاستثمار دولة لا. الحاجة الثانية ان احنا نستخدمه في صناعة العسل الاسود، ودي صناعة قديمة ومترسخة في مصر منذ امد طويل، لكن مع الاسف يعني ايه لم تصلها يد التحديث. يعني لا زالت الطريقة اللي بدأوا بها لما عملوها من 300 400 سنة قاعدين بيعملوها في قنا والمنيا لغاية دلوقتي، لكن في مجهودات لتطوير. طب وبيدخل كمان في يعني صناعة الأسمدة، وبيدخل في صناعة الأدوية، وكمان في حديث عن استخراج الطاقة. أيوة، هو دلوقتي في شقين. لو أنا خدت القصب ووديته للمصنع هيطلع سكر وهيطلع ملاس. أخد الملاس ده أصنع منه الإيثانول الطاقة، بصنع منه حاجات كتيرة أوي ومحاليل كيميائية وأحماض وفيناس وحاجات كتيرة أوي أوي أوي. لو أنا خدته وديته عند العصارة اللي بتنتج العسل الأسود هطلع منه عسل أسود، وهطلع منه حلوة تانية، حلوة اسمها الجلاب. مش عارف حضرتك تعرفيها ولا لا. عبارة عن مخروط لونه بني صلب كده وهش، بيتاكل جميل جدا ورائع جدا، اسمها حلوة الجلاب. دي بيتم انتاجها من القصب. انا هطلع الحاجات الحلوه انا هطلعها مني: السكر، العسل الاسود، الجلاب. طيب بعد كده ما اقاطع حضرتك لو خدنا الملاس هنطلع منه حوالي 20 30 صناعه في حاجات تنافس البتروكيماويات. يعني هل تتخيلي ان القصب انا ممكن اطلع منه شمع، واطلع منه كحول، واطلع منه احماض عضويه، واطلع منه عناصر سماديه، وبعد كده طينه المرشحات اعمل منها سماد، وممكن اعمل بعد كده الباجاس نعمل منه خشب حبيبي، ونعمل منه خشب MDF، ونعمل. فهو كمحصول غني جدا لم نستخدمه حتى الان بالقدر الكافي. نشوف مع بعض خطة الدولة المصرية لتحقيق المنشود من المحاصيل السكرية في الخطة المستدامة 2030. تسعى الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال مجموعة من السياسات والبرامج، والتي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان تنوع مصادر الغذاء. ومن أبرز عناصر هذه الخطة التوسع في الزراعة، حيث تعمل الدولة على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتحسين طرق الري وتوفير الدعم الفني للمزارعين. تشجيع التصنيع الغذائي، حيث تدعم الدولة
إنشاء مصانع تصنيع غذائي، وذلك لزيادة القيمة المضافة للسلع الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد. تعزيز التعاون الدولي، حيث تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي مع الدول الأخرى في مجال الزراعة، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة. المشروعات القومية. ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن الغذائي، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع توشكا، مشروع مستقبل مصر، مشروع الدلتا الجديدة. وقد ساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز، كما ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. مفيش محصول بنتكلم عليه ما بنتكلمش على تأثير التغيرات المناخية على هذا المحصول. طب المحاصيل السكرية بقى يا دكتور، أخبارها إيه مع التغيرات المناخية اللي بنشهدها؟ بالتأكيد التغيرات المناخية هتضر كل المحاصيل فيما عدا القطن. فيما عدا القطن هيزيد. لكن لما نتكلم على التغيرات المناخية هي يعني ارتفاع درجة حرارة الكون. مثلا احنا بنحاول نحجزها ان ما تزيدش عن درجة ونص عن درجة 1799 او 1800 قبل الثورة الصناعية. لو ارتفعت درجة الحرارة عن كده هتعمل حاجات كثيرة قوي. اولها ان ارتفاع درجة الحرارة ثانيها ان هيزيد الاحتياج المائي، هيزيد البخر. ثالثا ان في بقى اتعمل نماذج رياضيه، لو ارتفعت الحراره درجه ونص هيحصل كذا في الرطوبه، هيحصل كذا في الارض، هيحصل كذا في الميكرو الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في التربه اللي بتساعد النبات تتغذى. فكان محاصيل السكر من المتوقع ان وحده المساحه طبقا لهذه النماذج هتنقص 25%. ينقص محصول السكر او قصب السكر 25%. والبنجر محاصيل السكر كلها 25%. فدي احنا عشان نواجهها بنزود المحصول. واحنا دلوقتي عندنا مثلا بعض ال زي ما حضرتك اتكلمت من شويه عن الشتلات. موضوع الشتلات دي هتزود مثلا ممكن 30 ل 40%. يعني نشتغل على السعه الافقيه وايضا الرأسية. لا انا عندي وحده المساحه السكر الناتج منها هيقل، فبالتالي انا عشان اقاوم ده اروح رفع وحده المساحه، وانا عندي الاليات اللي انا هرفع بيها انتاج وحده المساحه. وبالتالي انا بقول كده ايه، بقاوم او مش اقاوم، بنقول عليها اني بأتأقلم مع التغيرات المناخيه. اغير نظم الري بتاعتي، اغير الاصناف بتاعتي، اجيب اصناف عمرها قصير تحتاج كميه قليله من الميه عشان اتوائم مع التغيرات المناخيه. ازرع الزراعه بتاعتي بالشتلات واتحول الى نظام الري بالتنقيط. اعمل زراعه، احمل على زراعات القصب. يعني بدل ما انا بنتج مثلا الفدان بتاعي بياخد 6500 متر مكعب، لو افترضت ان انا هزرع 6500 متر مكعب ميه، لو افترضت ان انا هزرع على الري بالتنقيط وهطلع قصب بس، طب ما نحمل عليه محصول ثاني، احمل فول صويا. ينفع. وده شيء معمول به ومهم جدا ان احنا نعمله علشان نزود دخل المزارع ونزود الانتاج الاجمالي بتاع مصر كلها. احنا في القصب مثلا بنتخلص من الاوراق الجافه بان انا بولع فيها النار، بحرقها اللي ممكن تصنع. وبنحرقها بقى، وده شيء عادي وبنعمله. طب ده بيعمل حاجتين ضار جدا. ده طبعا بس بيعمل، انا فاضلي 30 ثانيه. بيعمل انبعاثات وبيعمل زياده وتلوث للبيئه. احنا نحول بدل ما نحرقها نفرمها ونعمل منها كومبوست او سماد عضوي صناعي استخدمه في الزراعه بتاعتي كما لو كنت بشتغل في الزراعه النظيفه. ودي احد اوجه الزراعه الحديثه او الزراعه الذكيه. استفادات كثيرة جدا من طبعا عالمنا القدير الأستاذ الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس بحوث معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان. شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم لحضرتك، أنا سعيد بهذا اللقاء وإن احنا نقدر نعمل إرشاد للمزارعين محاصيل السكر في مصر ونتحدث عن الزراعة الذكية من خلال برامجكم.
نلقاكم الأسبوع المقبل في أمن وسلام وتحيا مصر.